سألتوا نفسكم قبل كده هو أنا مع الشخص الصح ولا أنا اتعودت على وجوده؟ في علامة هنا بقى لو لقيتوها لازم تطمنوا وتعرفوا إنكم في أمان نفسي، مش مجرد علاقة. أهلا بيكم. أغلبنا بيدور على الحب، بس الحقيقة إن الحب لوحده عمره ما كان كفاية، لأن المنطق بيقول إن ممكن نعيش ونموت وما نقابلوش. فلازم نعرف إن في فرق كبير ما بين علاقة مجهدة بتسحب طاقتك وعلاقة تانية بتخليك نسخة أحسن من نفسك من غير أي مجهود جبار. تعالوا نعرف العلامة المهمة، وهي القدرة على الاختلاف بأمان. يعني إيه الكلام ده يا حسين؟ يعني لما بنختلف ما بخافش إنك تمشي، ما بخافش إن أقول رأيي بكل صدق وبدون أي تجميل، ما بخافش كمان إنك تستخدم الكلام ده ضدي، مش مضطر إن ألبس قناع علشان أرضيك. أنتوا تعرفوا العلم بيقول إيه؟ في مؤسسة أمريكية كبيرة عملت شوية دراسة كده، المؤسسة دي اسمها جوتمان، عملت دراسة على آلاف الأزواج، ولقوا العلاقة الناجحة مش اللي ما فيهاش مشاكل أو ما فيهاش خناق، إنما العلاقة اللي فيها نسبة إصلاح سريع. يعني بنعرف لما نتخاصم أو نزعل أو نتخانق نرجع لبعض على طول ونحتوي الموقف بذكاء. كمان في دراسة في جامعة هارفارد كانت بتتكلم عن أطول سعادة في التاريخ، وأكدت إن جودة علاقتنا هي المؤشر الأول طبعا لصحتنا الجسدية وطول عمرنا. يعني العلاقة الصح مش بس بتفرحك حرفيا، دي بتحمي قلبك كمان وجهازك المناعي زي ما قال. بس استنوا، لازم نبقى واقعيين جدا، لان التعميم غلط في كل الاحوال. يعني كل علاقه ليها الكتالوج الخاص بيها، اللي ينفع معاك ما ينفعش مع غيرك، واللي ينفع معاكي ما ينفعش مع غيرك. والظروف النفسيه والتربيه هي اللي بتفرق. المهم والمحصله النهائيه هو راحه البال، مش الصراع المستمر. دايما خناقات ومشاكل وما بنحلش، ما بنعالجش، ما بنداويش. العلاقه الصح هي اللي بتحس فيها بانك في بيتك حتى لو انتوا بره. مش العلاقة الصح اللي بنلبس أحسن لبس وبنضحك فيها أجمل ضحكة وبس. العلاقة الحقيقية هو لما تقدر تكون مكشوف وتعبان ومش خايف من إن الشخص ده يستقل بيك أو يمشي ويسيبك. فلو حاسين إنكم مشتتين اسألوا نفسكم سؤال واحد: وأنا لما بكون مع الشخص ده بكون على طبيعتي ولا لأ؟ قولوا رأيكم كمان عن صفة بتحسسكم إن العلاقة دي علاقة صح. أشوفكم على خير إن شاء الله.